السلام عليكم. بس اليوم دردشة يعني ما فيش أي موضوع. بس بوريكم بعض الأشياء الحين مثل الشمس اللي أنا تكلمت عنها تو. ناظر اللي قدام، اللي في البقعة اللي قدام اللي هي هذه، شوف قوها. هذه هي الشمس. أنا ناظر الشمس اللي عندي هنا. طبعا هنا في الأخضر اللي فوق فيه خرمين. شوف هنا، شوف الشمس كيف جاية قوية. أما الباقي لا، شمس خفيفة. يعني هذا يوم أقولك الأخضر يغطي 40%، يعني حجب لك الشمس تقريبا 70%. في أنواع كثيرة منه. فيه نوع غالي طبعا كوري، ثم من بعده السعودي ظهر نوعين أو ثلاثة، وبعدها الصيني. كل أبوهن يمشن وزينات، اللهم أنهن إيش في الضمان. يعني الضمان يقول لك مثلا هذا مثلا ضمانه 5 سنوات، نعتذر عن قطاع الكاميرا. وهذا يقول لك لا ضمانه سنة، هذا يقول لك سنتين. يعني الواحد يشتري على قده ويعرف وش بيحط وش ما بيحط. المشكلة انهم اكثر شيء يبيعون لفة كاملة، يباع عند محلات الزراعة اللي يبيعون ادوات زراعية. يعني والشمس هذه تصير حلوة مرة ومناسبة لهم، تصير يوميا عندهم الشمس. طبعا الان تو الشمس نازلة، ما بعد دخلت في الاقفاص، بس بتدخل بتصير نفس يعني نفس اللون هذا. والشمس لحالها تعقم الأقفاص، تعقم ريش الطيور، تقتل الفاش، تقتل الحشرات. يعني تسوي لك أشياء كثيرة أنت في غنى عنها. يعني تعطيك يعني أشياء مجاني، اللي هي وش هي؟ تقتل لك الحشرات، تبعد الفاش عن طيورك، تعطي فيتامين سي، فيتامين د، تعطي كالسيوم، تقوي العظام. الطير يتنشط مع الشمس. يعني لو لاحظت أن الطيور في الطبيعة بتحب الشمس مرة. دائما إذا نزلت الشمس تلقاها دائما تقعد في المناطق اللي فيها الشمس. طبعا مو بالشمس الحارقة لا، يعني مثل الحين يعني الشمس خلاص راحت حرارتها لأنها ارتفعت. تلقى الطيور ايش تحب؟ ناظر هناك الدجاج، شوف متسدح هناك في الشمس. حتى الشمس الضعيفة ما يبغاها، يبغى الشمس القوية. يدور المشراق. التصوير عن بعد كل شوي ايش اسمه يقطع النت، ما ادري شو المشكلة. هالمرة طول. رجعنا ثانية. طبعا اليوم ان شاء الله اني بقوم بتنظيف في المكان ذا كامل ان شاء الله اليوم.
الطيور لما رحت عندهم كلبوهم متعلقين على الواجهة عشان الشمس. طبعا الشمس الآن تكون مفيدة للطيور، سبحان الله، لا أحد يحرم طيوره منها.